مساء الخير، أهلا بحضراتكم جميعا متابعيني. عايز أقول لحضراتكم حاجة. هناك سؤال شائع في ظل التوتر القائم الحالي بين مصر وباقي المنطقة وخاصة الشرق والغرب اللي هو ليبيا. هل تمتلك مصر سلاحا نوويا زي إسرائيل وزي الدول الأوروبية المتقدمة؟ أولا، دي أسرار عسكرية ولا يجوز الحديث فيها، ولكن أنا هقول لحضراتكم حاجة. يوم 16 أكتوبر 73 لما مصر مسحت بالكيان الصهيوني البيادات بتاعة المجندين أو المقاتلين المصريين في أكتوبر، إسرائيل قررت تضرب مصر بالقنبلة النووية. وطبعا كلمت أيامها كيسنجر اللي هو كان وزير الخارجية الغربي، وقالت له هنضرب مصر بالقنبلة النووية. فقال لها ما انصحكيش لأن مصر هترد عليكي بالمثل. يعني إيه؟ اتضح ان هناك معلومات لدى الجانب الغربي ان مصر تمتلك بعض الصواريخ والاسلحه النوويه او تحمل رؤوس نوويه مهربه او جايه بطريقه ما من روسيا. ده اللي قالته الصحيفه مش كلام، اللي التقارير الامريكيه قالته وقتها. الحاجه الثانيه، رحمه الله عليه رئيس سيادته، كلكم شفتوا الفيديو ده لما قال لك في مجلس الشعب المصري لما عرف ان اسرائيل عايزه تضرب عمق القاهره، قال لك صواريخنا المصريه على قواعدها في اتجاه العمق بتل ابيب. وبعض التقارير وبتقول برضو ان كان وقتها في مجلس الشعب قاعد وزير خارجيه روسيا، وحصل نقاش حاد بينه وبين السادات بانه اتكلم وقال حاجه زي كده. طيب نرجع تاني. هناك بعض التقارير بتقول ان مصر في 2005 حاولت تخصيب اليورانيوم وابتدت تجمع ما يقرب من 40 طن من طريق المنيا اسيوط سوهاج المنطقه دي. كل دي تقارير علميه، تقارير مكتوبه، وكل دي اسرار عسكريه. ولكن ما نعلمه وما اعلمه وما يعلمه الجميع ومؤكد ان مصر لديها اسلحه متطوره صناعه مصريه زي القنبله 9000. القنبله نصر 9000 دي قادره على محو مدينه باكملها، وفي نفس الوقت ما فيهاش اشعاع نووي وغير محرمه دوليا. مصر تمتاز بهذه القنبله، مصر بتصنع القنبله ديت والعالم كله يعلم ذلك. ولكن حته النووي في مصر انا ما اقدرش اقول الكلام ده ولا يجوز، لان دي اسرار عسكريه. انا بستند على المذكرات والتقارير المسربه من الغرب ان لو ضربت مصر يا اسرائيل نووي كان في 73 هترد بالمثل. معنى كده ايه؟ تحيا مصر. ولكن كل هذا الحديث وكل ما القيه على حضراتكم مسند إلي من اطلاعي على المذكرات أو على التقارير الغربية لا أكثر. ولكن مصر قادرة وبقوة على إن هي تسأر لا قدر الله لو حصل أي اعتداء نووي على مصر من أي دولة. زي ما قلت لحضراتكم القنبلة 9000 المصرية غير محرمة دوليا، وتأتي بنتائج النووي ولكن بدون إشعاع. تحيا مصر.